السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. فيديو جديد، روتين جديد وشهيوة جديدة. الوصفة ديالنا اليوم تكون جينواز سهل بسيط بدون تعقيدات، بمقادير اللي هي سهله. غادي نعطيكم جميع الطرق، غادي نعطيكم كاع المعلومات، ما غاديش نبخل عليكم حتى بشي حاجه اللي انا بطبيعه الحال كنعرفها. فإلا كنتم مشتركينش في القناه ديالي كنقول لكم مرحبا ومئة الف مرحبا. اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال الحلويات او لا الجديد الوصفات ديالي. على بركه الله غادي ندوزو بالنسبه للمقادير والطريقه ديال التحضير. انا كتشوفوا هنايا عندي 4 ديال البيضات. 4 ديال البيضات، ما غاديش نفرق الابيض على الاصفر كيف ما قلت لكم. غادي نزيد عليهم دائما قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. من بعد غادي نبدا كنضرب وانا كنزيد بالنسبه للعبار ديال كاس العنبه كاس قل الا عبروا كاس ما عامرش. وإلا بغيتوا ديروا الغرامات ديروا 120 غرام ديال السكر. ساشي ديال فاني. نتوما كتضربوا، نتوما كتزيدوا داك السكر شويه بشويه، كتبقاو تضربوا حتى كيولي المزيج اللون ديالو ابيض كيف ما كيظهر لكم موضح في الصوره، وكيتضاعف تقريبا 3 ديال المرات اولا اكثر. القوام ديالو كيكون على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. كل ما كنضربوا دائما الجينواز كل ما كتكون النتيجه عندنا افضل. بالنسبه للجينواز ولا بالنسبه للكيك فالاغلبيه كان كيبغي التضرب. من بعد غادي نحيد الضراب الكهربائي وغادي ندير الضراب اليدوي ولا اي حاجه كانت عندنا هنايا. من بعد انا غادي نقول لكم الطريقه بالكاس ديال العنبه وبالغراماج. بالنسبه الا بغيتوا تعبروا، عبروا 120 غرام مخلطه ما بين الكاكاو والدقيق الابيض. الا بغيتوا ديروا كاس العنبه ديروا كاس ديال العنبه بومبي عامر مزيان وديروا 2 معالق ديال الكاكاو. كيف ما كتشوفوا غادي نبدا كنخلط في نفس الاتجاه باش ديك الكثافه اللي انا حصلت عليها ديال البيض ما غاديش نطيحها. بالنسبه ل 120 غرام نقسموها غير على 2 ديال المرات. الا كنعرفوا دائما كنقسموا على 3 المرات فما فوق. الا كان عندنا 150 غرام الفوق، اما الا كانت عندنا 120 غرام والمقادير ديال 4 ديال البيضات فنقدروا نقسموها غير على 2 المرات. هذه انا راه ما كنستعملهاش، ولكن باش تكون لكم النتيجه مضمونه كمبتدئات ديروا 3 ديال الغرامات. انا عيني ميزاني 3 ديال الغرامات فقط. عبروهم او الا كثرتوا عبروا النص ديال الخماره بالنسبه للبنات ديال المغرب لان فيها 8 الغرام. الا كثرتوا ديروا 4. المهم انا بالنسبه ليا كنقول لكم 3 الغرامات هذه كتاكيد باش تحصلوا على النتيجه ناجحه 100%. بالنسبه لي انا كيف ما سبق قلت لكم راه ما كنستعملهاش ابدا في الجواز الخماره عفوا. ولكن انا قلت لكم الا بغيتوا كنتم مبتدئات وبغيتوها تنجح لكم استعملوها. من بعد ما كنحصل عليها انا حضيت هنايا واحد اللاطه الطول ديالها فيه تقريبا 40 على 25. صافي كنسرحها في هاد اللاطه اللي فيها الكاغيط. واحد الملاحظه، الا كان عندكم الكاغيط الجوده ديالته كتعرفوها شويه ماشي مزيانه دهنوه بالزيت. بالنسبه لهذا الكاغيط هذا الجوده ديالو مزيانه، انا ما دهنتوش. دخلتها للفران لمده ديال 10 دقائق من الفوق ومن التحت، 10 دقائق فقط. صافي وجبدوها. حسبوا ليها 10 ديال الدقائق لان الشكلاط ما كيتحمرش ماشي فحال جينواز بيضه. غنقول لكم الا تحمرات. اما بالنسبه هذه الفرن مشعول على 170 درجه فقط. 10 ديال الدقائق كنأكد عليها من الفوق ومن التحت. صافي وجبدوها. من بعد ما غادي تجبدوها بغيتو ديروا لها سكر كلاصي من الفوق ديروه. بالنسبه لي انا ما كتلتصقش في هذاك المنديل بلاش ما ديروه. صافي وكيتحيد الكاغيط بكل سهوله. هادشي علاش كنت قلت لكم الا عندكم الجوده ناقصه ديروا الكاغيط دهنوه بشويه ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا النتيجه راح كتكون روعه. انا غادي نشارك معكم الطريقه باش غادي نزينها، طريقه بسيطه وبمقادير اللي هي بسيطه وغير مكلفه.
هنا انا خديت هاد بالنسبه لهاد الكريمه خديت الماركه بلانكا كيف كنقولوا هنا في اسبانيا، يعني ماركه اللي هي عاديه ومتواجده بالنسبه للبنات. كيقولوا بزاف البنات في الناطا او الكريمه ما كيلقاوش الماركات المزيانين هنا في اسبانيا، الماركات اللي كيلقاوهم ما كيضربوا لهمش، ما كيشدوش الفورمه. المهم انا غنخدم معكم اليوم بالماركه اللي موجوده في جميع السوبر ميركادو. آه الكريمه كيف ما شفتوا غنزيد عليها اي نوع من الشكلاط كان متوفر عندي. انا هنايا كيف ما كتشوفوا عندي ديال ميركادونا وعندي ديال ليدل. صافي وغادي غنضربوها. بطبيعه الحال الشكلاط راه حلو. هاد الكريمه راه ما فيهاش السكر، ما غاديش نحتاجو نزيدو لها السكر، وغادي تجي الحلاوه ديالها متوازنه. غادي نضرب حتى غادي نحصل على هاد الشكل. صافي وغادي ندوز نبدا كنحضر هاد. انا درتو فحال الشكل ديال في العوض اللي انا كنت شاركت معاكم سويسرا والدائري، انا هاد المره درتو مستطيل. صافي هنايا كيف ما دائما غادي نسقي الجينواز ديالي بالحليب، ولا ما بغيتش نسقيها ماشي ضروري نسقيها. وخديت هاد القمع هذا اللي مسنن. انا هنايا دائما الحاجات ديال الشكلاط كنسقيهم بالحليب، والاغلبيه ديال لي طارت لي كدير كنسقيهم بالحليب. الا ما بغيتوش تسقيو بالحليب ديروا كاس ديال الماء مع كاس ديال السنيده، غليوهم وزيدوا عليهم قشيرات ديال الحامض، ولا باش ما بغيتو تنسموهم عفوا وسقيو بهم. صافي غادي نبدا كنزين على هذا الشكل هذا. كندير هذيك الكريمه اللي هي مع الشكلاط. صافي غادي نستمر حتى غادي نكمل هذه الطبقه الاولى. من بعد غادي ندير عليها طبقة ثانية بنفس الطريقة، غادي نسقي بالحليب وغادي نزين هاد الطبقة الثانية كيف ما زينت الطبقة الأولى. من بعد انا زدت الطبقة الثالثة حتى هي بنفس الشكل، وغادي نشارك معكم التزيين النهائي اللي انا غادي ندير ليها. كنعتذر لان كنت كحزت شويه هنايا هاد الطرطه ما بقاتش واضحه مزيان. بالنسبه لي انا كانت عندي واحد الكوموند وكان شاط ليا شويه ديال الكريمه اللي زينتها من الفوق، ولكن نتوما ماشي ضروري، يعني نقدروا نزينوها بنفس الكريمه اللي زينا بها من قبل، ولا نقدروا كاع من الفوق ندهنوها بالشكلاط ونحكوا عليها شويه ديال الشكلاط، ولا ندهنوها من الفوق ونزينوها بالحبيبات. المهم انا دائما شاركت معكم الطرق البسيطه والطرق اللي كتكون في المتناول ديال الجميع. صراحه بالنسبه هاد الطارطه هذه او لا، المهم انا نقدر نقول سويسرول. بالحق انا ما درتهاش مدوره لان سبق وشاركت معكم مدوره. كيف ما شفتوا فهي كتكون اقتصاديه، جد اقتصاديه وغير مكلفه، وبمقادير اللي هي متوفره. تقدروا توفروها وتفرحوا بها وليداتكم. هنايا بالنسبه لهاد الكلاصاج اللي انا استعملت، فانا قبضت فقط الشكلاط ذوبته مع الحليب القليل، يعني واحد ربع كاس ديال الحليب ديروا معه واحد 100 غرام ديال الشكلاط. الشكلاط اختياري، اي شكلاط كان عندكم. صافي ذوبوه، تسناو عليه حتى يدفى شويه وخويوه، وبقاو ملي يكون سخون، لان انا باقي ما دخلتهاش للثلاجه، باقا ماشي بارده باش غادي يجمد في ساعه. صافي بهذا الشكل هذا. هنايا البنات هذا اختياري. المهم انا شاركت معكم غير الطريقه ديال التزيين كيف ما قلت لكم، هذا اختياري. كان عندي هذا الكاريط هذا اللي كان ندوبو الشكلاط كنديروه من فوقو، اوكي ياخذ لينا الشكلاط هذا الشكل هذا. هذا الكاريط هذا البلاستيك هذا عفوا راه موجود عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات، وحتى البنات اللي في اسبانيا راه موجود هنايا كيتباع بور انترنت، موجود في الاشكال وفي الانواع. صافي غادي نقطعها هنايا. المهم هذه فقط اقتراحات للتزيين، يعني ماشي ضروري. اللي كان مهم ان شاركت معكم الجينواز اللي هو سهل مضمون، وشاركت معكم الطريقه اللي هي كيف ما قلت لكم تقدروا تخدموها غير بالناطه اللي متواجده عفوا في سوبر ميركادو، والثمن ديالها كيكون رخيص بزاف. وبزاف البنات اللي كيقولوا بانهم هما ما كيلقاوش الكريمه اللي كتكون كريمه سبيسيال يقدروا يخدموا بها وتقدر تشد وكتشد الفورمه.
صافي بكل سهوله كنحيد داك الشكلاط وكنقطع طريفات وكيبقى التزيين اختياري كيف ما كنقول لكم دائما. بهذه الطريقه انا فقط هذوك الطريفات حطيتهم فوق داك الشكلاط، وبالنسبه للطريفات التاليين اللي بقاو عندي درتهم في الجناب ديال هاد نقدروا نقولوا طارطه، نقدروا نقولوا عليها سويس رول. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التزيين. باش زينتها صراحه كيجي شكل مغاير وشكل رائع، فما تبخلوش بالاراء ديالكم والتعليقات ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. ودمتم في امان الله، الى فيديو قادم بحول الله، مع الف الف شكر.